اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب كده ان شاء الله كلكم تكونوا بالف خير. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الطاقه الايجابيه، صباحكم هنا. يوم جديد وروتين جديد. لو اول مره بتشوفوني انا نوره ودي قناتي، اتمنى طبعا تشرفوني بالاشتراك وان انتوا تفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. كمان ما تنسوش تدعموني بلايك حلو منكم علشان ترفعوا لي الفيديو. خلاص. النهارده بقى وديت الولاد المدرسه وبدات ان انا اجي استعد بقى لتنظيفات الشتاء. زي ما انتم عارفين احنا خلاص دخلنا، الجو بدا يسقع وهنبتدي ان احنا ننظف الشقه، يعني الشقه بقى بتاعتنا. علشان انتوا عارفين في الساعه قوي الواحد ساعات يعني بيجي له كده حبه كسل، وخصوصا كمان بقى انتوا عارفين المدارس بنودي ونجيب والدروس وكده، فمبنبقاش عندنا وقت ان احنا نعمل التنظيفات العميقه دي في فتره الشتاء يعني. خلاص. فبدات النهارده بقى، قلت النهارده كان الخميس، فقلت كده بقى كده ما عندناش دروس. عارفين الاسبوع اللي فات كان كله امتحانات، فخلاص النهارده مفيش دروس وكده، والعيال هيجوا راحه، فقلت ان انا ابتدي ان انا انضف يعني. فزي ما انتم شايفين بقى كده معايا، بدات ان انا انضف الحيطان بتاعه البلكونه، علشان في الشتاء مش هقدر ان انا اغسلها، هنقدر بس ان احنا نزعفها كده وخلاص. ماشي كده تمام. وبدات ان انا انضف كده زي ما انتم شايفين. طبعا واحده صاحبتي يعني قابلتني وانا في المدرسه، يعني مستنيه ابني يعني ويطلع من المدرسه وكده. فقابلتني، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. فبتقول لي انت عامله ايه في حياتك وكده، وقعدنا نتكلم اللي هو الكلام العادي. انتوا عارفين بنقف قدام باب المدرسه، كل شله كده بتبقى ليها كده، بيقفوا مع نفسهم كده، مجموعه كده بيقفوا كده مع نفسهم ويقعدوا يتكلموا مع بعض، ودي تحكي ودي تحكي. انتوا عارفين الحكاوي دايما اللي بتحصل قدام باب المدرسه يعني. فبتقولي والله يا نورة، يعني جوزي مش عايزني ان انا اعمل حاجه يوم الجمعه، مش عايزني انضف، مش عايز، يقول لي ده يوم اجازتي، ما ينفعش تنضفي، ما ينفعش تعملي، وما ينفعش وبتاع. فبقول لها يا بنتي انا انت يعني لسه، يعني هي يعني ما شاء الله لسه متجوزه بقى لها 4 سنين ومعاها بنوته صغيره عندها 2 سنين ونص يعني. فبقول لها طب يا بنتي ما انت عندك الدنيا بتبقى نظيفه يعني، ما عندكش حد ان هو يبهدلها يعني. قالت لي لا والله دي البت يعني بتفضل تجيب اللعب من هنا وبت بتبهدل لها الدنيا يعني وكده. فقلت لها خلاص انت يا بنتي تعالي يوم الخميس وابتدي ان انت تظبطي الدنيا، مثلا نضفي الشقه وخليها زي مثلا نظيفه وخلصي. وكمان لو عندك تجهيزات في الاكل ولا حاجه اعمليها يوم الخميس، وتعالي يوم الجمعه يا بنتي ويبقى مش هيبقى وراكي حاجه، يا دوبك هتعملي الاكل على طول. حتى انت كمان يعني برضو منها هتبقى برضو اجازه لنفسك انت كمان، ما انت طول الاسبوع بنفضل مهريين في الشقه ورايحين جايين وبتاع، انت كمان حتى اعتبريه راحه لنفسك وكده. قلت له والله يا نورة مش بعرف، عشان انت عارفه البت والله مجنناني، وانتوا عارفين الاطفال بتوع اليومين دول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يعني يهديهم يا رب. ربنا يهديهم، بيبقوا ما شاء الله عليهم الله اكبر يعني، ربنا يحفظ يا رب ولادنا جميعا يا رب. فقلت لها ايه ان انت تعملي الحاجه وكده. فطبعا ما رضيتش اصدمها يعني، واقول لها تعالي يا بنتي يوم الجمعه احنا بنقلب الدنيا عادي يعني، ما هو لسه بستك منه لسه جديد يعني، لسه ما قدمش. لما يقدم هياخد عادي على الجو ده، ومش بعيد يوم يساعدك كمان عادي يعني، مفيش مشكله يعني. عادي، واحنا يوم الجمعه بنشيل ونحط. في اول الجواز الواحد بس يبقى ايه، عارفه انت يبقى لسه يعني، لسه في الاول يعني مشاعرهم جياش عايزين يقطع عادي. لكن بعد كده لو قدم بس كمان 5 6 سنين عادي هتعيشي حياتك ولا اكن في حاجه يعني. عايزه اقول لك عادي هتقومي تغسلي السجاد وهو قاعد عادي، وهو بالنسبه له مفيش مشكله، ده هو هيسيبك البيت ويمشي. هيقول لك فرصه انت هتنضفي، وهياخد ديله في اسنانه وهيطلع يجري يقعد مع اصحابه، ما هيصدق بقى. فعادي يا بنتي والله كلنا بنبقى كده في الاول، بعد كده خلاص بيقضوا على الجو يعني، بس بيستسلموا يعني. مش بعيد انت تكوني عايز تغسلي يعني حاجه ولا بتاع، وهو لابسها وهو نايم، تشد هدومه وهو نايم تقومي تغسليها عشان تحطيها في الغساله عادي. كل ده هيحصل بعد كده بس لما تقدمي شويه. خلاص. فدي رسالتي ليكي، واقول لك يعني معلش، معلش اعملي اللي هو عايزه وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. خلاص. طبعا كده انا كان عندي البطاطين دي، كانت مركونه بقالها حوالي 3 4 سنين ما بستخدمهاش، فانا قلت بقى هطلعها بما ان الشتاء بقى عشان الولاد وكده، فقلت ان انا هغسلها. فحطيت لها كده حبه برسيل جل او اوكسي جل، ده ريحته حلوه قوي بتعجبني ريحته، وعلى حبه دوني. الدوني السايب بصراحه جبت اول مره اجيبه ولقيته حلو جدا. كان الراجل عامل عليه عرض التلاتة ب10 جنيه، فقلت اشتريه يعني حلو جدا. فنقعت في البطاريه علشان ان انا هشطفها، بس هي كده كده نظيفه، بس انا قلت اشطفها.
خلاص. كمان بقى بدات ان انا ايه، اشيل الفرش اللي عايز يتغسل، وبدات ان انا اغسل الكلام بقى ده كله طبعا ايه قبل بقى الشتاء ما تخش علينا والبرد. طبعا لو عندك حاجه عايزه تنضفيها الحق بقى من دلوقتي، اغسلي السجاد بتاعك، لو عايزه عندك بطانيه عايزه تطلعيها تغسليها، عايزه تغسلي حاجه وتشيليها بقى ايه اليومين دول قبل الجو ما يبتدي ان هو يسقع جامد يعني. خلاص. فبدات بقى كده ان انا غسلت المشايات بتاعتي. طبعا السجاد بتاعي صراحه ما شاء الله نضيف، وزي ما انتم شايفين اللي كنت عاملاه معاكم من الفيديو اللي قبل اللي فات، كنت عاملاها كمان التنظيف اللي على الناشف، نضفتها وصراحه فله يعني. فبدات ان انا اغسل السجاد الصغير والحاجات الصغيره اللي هي كانت محتاجه ان هي تتغسل. خلاص ده كان ايه كده بقى نضفتها وخلاص، كان روتين خفيف كده. كمان بقى قلت بقى النهارده الخميس نعمل بقى ايه صينيه كيكه كده حلوه بقى ايه لزوم بقى إيه النهارده بقى الخميس الولاد هيبقوا سهرانين عايزين بقى يشربوا كوبايه شاي بلبن كده جنب الكيكه هتبقى حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين بقى الحاجه غلت قوي اليومين دول والاسعار بقت نار نار نار، يعني نار يا حبيبي نار، الاسعار ولعت. فطبعا عشان نعمل بقى كيكه طبعا انتوا عارفين دلوقتي هتكلفنا كتير جدا. عملت بقى كيكه الخمس معالق حلوه قوي وموفره جدا ومش هتحسسك بحاجه. 5 معالق دقيق، 5 معالق لبن، 5 معالق زيت، 5 معالق سكر. اسمها كيكه ال5 معالق، 5 معالق من كل حاجه، يعني سكر هي بيضه واحده و5 معالق بقى من كل حاجه. خلاص حلوه جدا. وحطيتها بقى في صينيه مقاس 24 ودخلتها الفرن. فقلت بقى اعمل لها ايه شويه حركات كده بقى مع لزوم بقى ايه القعده والسهره. فرحت بقى جبت كوبايه ونص لبن، لو كمان مش عايزه بقى تعملي لبن تعمليه بالميه عادي جدا مفيش مشكله، وكوبايه زبادي. وبدات ان انا احط بقى ايه معلقتين ونص نشا، وكمان معلقتين كاكاو او معلقه ونص كده، ونحط السكر بقى زي ما انتوا عايزين. وقلبت الكلام ده كله كويس على البارد، وبدات ان انا حطيته على البوتاجاز وبدات ان انا اقلبه كده يبقى عامل زي البودنج كده شويه. وبعد كده بقى هستناها لما تبتدي ان هي تبرد، هضربها بقى بالمضرب كده، وابتدي ان انا اعمل بيها الكيكه بتاعتي. حلوه جدا وخفيفه ومش مكلفه خالص. طبعا انتوا عارفين دلوقتي سعر البيض غلي، والسكر بقى كيلو ب20 جنيه، والدي بقى ب16 جنيه، والاسعار ضربت ضربه مش عارفين نسيطر يعني. فطبعا نقدر نعمل لاولادنا حاجه كويسه برضو وتكون مش مكلفه جامد. خلاص. فكيكه ال5 معالق كيكه حلوه وسهله ونتيجتها حلوه جدا ومش مكلفه والله بجد، وهتعملوا بيها يعني الولاد يتعشوا بيها يفطروا بيها الصبح لو هم حابين، وحاجه حلوه برضو تبقى موجوده في البيت. خلاص كده بقى انا عملتها وحطيت لها كده حته زبده كده حوالي معلقه، وضربتها كده وبدات ان انا احطها على الكيك بقى بتاعي كده عشان اعمل لهم جو حلو. خلاص. وبعد كده بقى ايه بعد ما خلصت طبعا بقى لو انتوا عايزين تحطوا تسيبوها على كده عادي تسيبوها، بس انا بقى كان عندي حبه كده بقى بسكوت كده رحت طحناه وقلت اعمل بيها شكل يعني. بس هي ككيكه ممكن تاكلوها كده عادي، ممكن تزوقوها، ممكن عندكم حبه نوتيلا تمام. انا كان عندي بقى كمان حبه كده معلقه كم معلقه كده زبده اللوتس، بدات ان انا ظبطتها وحطيتها، وكمان حطيت عليها بقى اي حبه كده. يعني المهم نعمل شكل كده واي حاجه حلوه نرضي بيها اولادنا من الحاجات الموجوده في البيت. يعني مش شرط ان احنا نعمل حاجه نشتريه من بره او نكلف نفسنا، لا اللي موجود عندك في البيت تقدري تعمليه. يعني تقدري تعملي كيكه بس تقدري تزوقيها براحتك، مش عايزه تزوقيها برضو دي حاجه ترجع لك. على قد امكانياتك على قد امكانياتك، ما تكلفيش نفسك في الظروف اللي احنا فيها دي، مشي بيتك بالقليل بالقليل بالقليل. خلاص. وعملت لهم بقى صينيه الكيكه كده زي ما انتم شايفينها، كانت حلوه جدا واتمنى طبعا تجربوها وتعجبكم. طبعا بقى لو النهارده الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى كده لايك حلو منكم عشان ترفعوا لي الفيديو. استودعكم الله وفي حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.